يا غاليين. الساعة 4:30 يعني صباحا بقى. وعاوز اتكلم، عارف ممكن ما يكونش في حد هنا بس انا عاوز اتكلم يعني، فقررت افتح لايف واتكلم لان انا تقريبا زي ما انا بقالي اسبوع وخلصت الحمد لله النماذج الاسترشادية وبداية تصوير المراجعة اللي هتنزل جديدة ليكو بنفس يعني انا مش عايز اقول لكم القميص ده ما جبتش غيره من البيت يعني، يا دوب باخد دش هنا والبس نفس اللبس يعني الخارجي، وتعبان ومكتئب وحاسس نفس مشاعركم. يمكن اليوم اللي عملته لبتوع المنيا طلعت شوية، بس انا طلع اقول لك البنزين بيخلص بس نشتغل بالاحتياطي كلنا كده، حتى لو بنزين بيخلص، حتى لو مش قادر، حتى لو مش طايق نفسك يعني. صباح الخير يا امير. يعني لازم نشتغل. فكلمتين كده لطلاب الازهر، ربنا يعينكم، انتوا داخلين على الامتحانات خلاص، ربنا يعينكم، مجهزين لكم مراجعه ليله امتحان للازهر قويه جدا 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 باذن الله. بالنسبه للعام يا باشا احنا فرمنا الدنيا. يعني التيم بيقول لي كل الكتب الخارجيه خلصت، احنا خلصنا المراجعه النهائيه الحمد لله، اتراجعت كلها كلمه كلمه بادق التفاصيل وربنا يعلم. وبتحدى يا عم، تعالى تحداني ان في معلومه نظري او افكار مسائل مش موجوده في المراجعه النهائيه اللي احنا خلصناها. كتاب الامتحان خلص، يمكن هينزلوا بس اخر فصل. كتاب التفوق، كتاب دول اللي انا حليتهم يعني، الكتاب بتاعي 620 صفحه خلصوا، 620 صفحه 3 مذكرات خلصوا. فتعبان، وكان المفروض ان انا خلاص بعد ما خلصت كل ده اخد بعضي واخد عيالي واروح اتفسح. وانا طبعا صورت النماذج الاسترشاديه فهم ممكن ينزلوها، بس انا حسيت ان محتاج نعمل مراجعه تاني. ايه المراجعه التانيه دي؟ المراجعه اللي هتنزل ابتداء من يوم الخميس باذن الله. الفصل هنقسم كل درس لمحطات، وكل محطه هنلم الدرس كله في محطات، يعني الدرس هيتلم سريعا مش تلخيص، لكن المعلومات بتاع كل درس بتتقال بسرعه في وقت قليل. والمحطات دي حد في اولى حاسبات حبيبي يا محمد، والمحطات دي هنحل عليها كل اللي جه استرشادي في زمن قياسي باذن الله. دفعه 24 ارسانيوس حبيبي يا غالي، يعني شكرا ان انتوا فاكريني اهو، اللي بتعملوه كده الدفعات اللي فاتت لما بيفتكرونا دي بالدنيا كلها. فاحنا مراجعه دي قويه جدا يا جماعه، النماذج الاسترشاديه نماذج قويه، ونزلنا اول 4 على المنصه واحنا مصورين كله، بس مش عايزين نقعد ندرس وخلاص، احنا كل حاجه تنزل بوقتها. ونزلنا لك جدول للمراجعه اللي احنا بنعملها دي، وبتوع الازهر باذن الله تخلصوا امتحان النحو باذن الله بتاعكم، هتلاقي كل حاجه الشغل بتاعك جاهز للازهر. بس انا عاوز اتكلم بس ان ارجوكم يا جماعه الناس اللي متاخره، حبيبي شد حيلك، ما تقعدش تشتكي، ما تقعدش تقول هعمل ايه. والناس اللي بفتح التيك توك اتشليت بيقول لي انا في الفصل التاني يا مستر، وفرحان يا ابني. دوس يا حبيبي الله يخليك، لسه في وقت، بس دوس اشتغل. المراجعه النهائيه كلها على بعض نزلناها الكهربيه في 8 محاضرات، ونزلنا الحديثه في حوالي 3 و3 الصغيرين بتوع الحديثه. يا عم خد لك كل يوم محاضره الصبح وكمل بماده تاني لو سمحتوا. الناس اللي محدش هيطبطب عليك يوم الامتحان ده، احنا بنقول انا عاوز اروح اشتغل مراجعه تاني هتنزل لك من يوم الخميس، وشاهد ربنا عليا انا شغال بالاحتياطي. مفيش مدرس قعد حل كتابين خارجيين بالاضافه لكتابه اللي هو كتابه اصلا 620 صفحه، وحلينا كتاب المرشد للازهر. مراجعه الازهر هتنزل باذن الله يوتيوب يا عمرو. حلينا كتاب المرشد زائد كتاب الامتحان مراجعه نهائيه زائد كتاب التفوق مراجعه نهائيه، ده اللي انا حليته، والتيم حل الخبير ونيوتن. بصوا نشتغل شويه. انا ببقى متضايق جدا 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 من الناس. حد يقول لي عاوز اشترك في مراجعه، تشترك في مراجعه هتنزل اللي هتنزل من يوم الخميس دي يا جماعه.
انا هشتغلها بالاحتياطي وانا تعبان وهتنزل مجانا. مش مطلوب منها غير دعواتكم بس تدعوا لي بس، وتفتكروني بالخير، ولما تقابلوني تسلموا عليا وتقولوا كان في حد بيحبنا بجد. و ربنا وحده عالم. بص اللي من القلب بيوصل يا شباب. انا مش هعبر بده، بس اليومين دول وقت ان انا اعبر عن حب ليكوا بالتعب مش بالكلام. واحنا عبرنا بده ان طول السنه بنحل كتابنا وكتابين، ولما جينا في المراجعه النهائيه حليت كتابي وكتابين، وادي النماذج الاستشاريه بتنزل كلها، ومراجعه تانية. يعني المراجعه النهائيه ما كانتش ناقصه ولا تكه، بس عملنا مراجعه تاني عشان نلم الحاجات اللي نزلت في النماذج الاسترشاديه، بس على درس الم الدرس واخد اللي جه عليه استرشادي، الم الدرس واخد اللي جه عليه استرشادي. فمفرمه. عايز اقول لكم بس بحبكم جدا، وان ربنا وحده عالم. في كل وقت بحس اني تعبان ومرهق، انا بقول لكم هم حبسوني هنا، قالوا لي مش هتطلع غير لما تخلص النماذج الاسترشاديه، والتيم بيروح ويجي وانا هنا. والقميص ده انا كرهته عم، فانا محتاج اروح. فقلت قبل ما اروح بعد الاسبوع الحبسه ده، هم هيمنتجوا بقى كل اللي انا صورته ده، هروح يوم وهرجع اكمل باقي المراجعه اللي جايه. ادعوا لي وادعي لكم. ما تخافوش، الايام اللي جايه محتاجه شغل مش تفكير. ما انا قلت يا رضا يا ابني ان مراجعه ليله الامتحان بتاعت الازهر هتنزل بعد ما تطلعوا من النحو يا حبيبي. قلت مراجعه قويه جدا بعد ما تطلعوا من النحو. تحاول تيجي تاني القاهره، صدقني ما هقدر يا ابولا، ميت. انا كان نفسي اكمل محافظات، ميت مش موجود يعني. فلو هقدر صدقني كنت عملت ده. ربنا معاكم، يفرحكم ويفرح اهلكم بيكم. اللي مقصر وحاسس انه مقصر يشتغل، كل حاجه متاحه عندك. اللي مشتركين معانا في المراجعه نزل لك كل حاجه، واللي مش معانا يا سيدي في مراجعه جايه هتنزل لكم كلكم باذن الله. وشدوا حيلكم واشتغلوا، كل حد ربنا كاتب له حاجه حلوه. اللي مقصر عارف هو مقصر في ايه، فيشتغل عشان ما يجيش بعد كده يندم على الايام دي. كل حاجه ينفع تتلم. لو انت صدقوني دايما كنت بقول للطلبه اشتغل 10 ايام بجد هتلاقي انجاز كبير. حد بيقول ابعت لك سندوتش؟ لو بتاكل ابعت لي يا حبيبي. بس انا هروح دلوقتي، هروح اخد يوم في البيت كده، اخد دش وادلع نفسي والعب مع العيال وارجع اكمل، لان انا محتاج ده. يعني خلاص اكتئبت. انا بكلمكم وانا مكتئب، يعني انت فاهم. الحبسه بتاعت الاستوديو ده خلتني مكتئب. دعواتكم ليا، وربنا يعلم بحبكم محبه صافيه من القلب جدا. وعمر ما كان اللي بقى اسعى ليه ربنا وحده شاهد، ربنا شاهد عليا. لا كنت عاوز من الموضوع غير ان انا اقدم لكم رساله وابقى باثر في حياتكم بحاجه حلوه. يمكن الناس استغربت وقعدوا يقول لك ازاي يا عم، اكيد المراجعه اللي عملها في المحافظات دي خد عليها حاجات وما خدش، وازاي هيعمل مراجعه تاني ليله الامتحان ويعملها ببلاش؟ طب ما يعملها على الابلكيشن بفلوس. مش عاوز. انا عاوز، صدقوني دعوه ولي امر من اولياء اموركم بالكون عندي، وثقوا ان المراجعه اللي هتنزل كمان ابتداء من يوم الخميس هتبقى مراجعه قويه جدا 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 جدا. انتوا غاليين وهتفضلوا غاليين. افتكروني بالخير وسط ما احنا عايشين في مجتمع صدقوني حتى بقى بيشكك في نياتي. فانا لما حد بيجي يتكلم في حاجه بقول له يا جدعان اي حاجه بعملها دي بيني وبين ربنا، ما حدش دعوه بيها. ما تقيمش انا بعملها عشان اكيد وراه حاجه، واكيد يعني دي حاجه بيني وبين ربنا. مراجعات اللي جايه ليله الامتحان الاولى اللي هتتعمل من يوم الخميس دي ببلاش، وفي ليله امتحان تاني اللي هي قبل الفيزياء بالنسبه للعام اللي هي قبل الامتحان هنراجع منهج لثالث مره، فكده مراجعه نهائيه. في مراجعه اللي هنعملها من يوم الخميس اسمها مراجعه من افكار الاسترشادي او من افكار الوزاره بفكر الوزاره. حل التامن بيمنتجوه يا انس، بيمنتجوه يعني هم عشان بس كان كميه الحاجات اللي بتتمنتج كتيره وقعدوا يمنتجوا في الاسترشادي فمتاخر شويه، بس يعني بيتمنتج يعني. مراجعه النهائيه اللي جايه، في مراجعه ليله الامتحان وفي مراجعه قبل الامتحان تاني، عشان الناس متخيله ان احنا هننزل مراجعه اليومين الجايين دول معناها مفيش حاجه قبل الامتحان. لا طبعا قبل الامتحان مراجعه قويه جدا برضه. فالمنهج اتراجع مره
وهيتراجع تاني من يوم الخميس في اسبوع. هنلم الفيزياء في اسبوع من افكار الاسترشادي بتاع الوزارة، ومراجعة قبل الامتحان بإذن الله اللي هي في ليالي الامتحان. وهقول اني قدام ربنا وشاهد ربنا عليا، مش شاهد حد، مش بشاهد حد، شاهد ربنا، ما في حاجة ممكن تتعمل ما اتعملتش. اتحدى اي طالب يقول لي معلومة في السنة او في المراجعة ان هي ما اتقالتش، اي مسألة او سؤال ما اتحلش، كل حاجة بكل التفاصيل بالكتب الخارجية اتفرمت بالكامل. انا مبسوط رغم التعب عشان قدمت امانتي قدام ربنا قبل قدامكم وقدام اهلكم. استنونا في مراجعة قوية جدا من يوم الخميس للعام، ومراجعة ليلة للامتحان بعد امتحان النحو للازهر. دعواتكم، نشوفكم على خير.